امي قالت لي البطاطا اوعي تشويها ولا حتى تسلقيها. قلت لها هو في حل بعد كده؟ قالت لي ايوه اعملي البطاطا المدفونه. انا عارفه ان الطريقه مختلفه عليكي وكمان اول مره تشوفيها، بس والله جايبه لك الطريقه دي من الكافيه، من قلب الكافيه نفسه. فيلا بينا نشوف طريقتنا، سهله جدا وبسيطه، واوعدك ان هتنسيكي اي طريقه كنت بتعملي بيها البطاطا. وانسي بقى ان انت تخلصي عليها الغاز، ده انت هتحضريها في دقايق معدوده. اتمنى لو الفيديو بتاعي عجبكم ما تبخلوش علينا باللايك، ويلا بينا نشوف طريقتنا. اول حاجه انا معايا حوالي كيلو الا ربع من البطاطا، طبعا غسلاه كويس جدا، وبعدين بدات ان انا اقشره بالطريقه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. بعد كده هبدا ان انا اخد البطاطا، وليكي حريه الاختيار في ان انت تقطعيها. ممكن تقطعيها مكعبات، ممكن تقطعيها شرايح زي ما انا قطعتها، اي تقطيعه. وعلى فكره لو انت يعني عملتيها اسمك من كده، الطريقه بتاعتنا دي بتستوي معاكي البطاطا في اقل من 7 دقايق بالظبط. هخلص بقى كل كميه البطاطا، وهجيب صينيه على عين البوتاجاز، وهنزل فيها بمعلقه واحده من الزيت، وكمان مكعب من الزبده، وبعدين ادوب الزبده وانزل بقى بكل كميه البطاطا اللي معايا. بصراحه بعد ما عملت الطريقه دي ندمت قوي ان انا ما ضاعفتش الكميه، لان بجد طعمها حلو جدا. مش هتستنى، ولادك كل يوم هيطلبوها منك حرفيا كده. بعد ما نزلت بالبطاطا بدات ان انا اشوحها، ويعيني بقى على الريحه، ريحه البطاطا كده وهي بتتشوح في مكعب الزبده. ما اقولكمش ريحتها عامله ازاي. اول ما اتشوحت معايا كويس جدا، هبدا ان انا اضيف عليها معلقه واحده من السكر، والسكر ده على حسب بقى ما تدوقي البطاطا وتشوفي طعمها عامل ايه. بعد كده هغطي عليها، ولازم يكون الغطا محكم جدا عشان يعرق معاك البطاطا. والله على نار هاديه 7 دقايق بالظبط لقيت البطاطا زي ما انتم شايفينها، ومنزله كل العسل بتاعها. جبت بقى انا حله ونزلت فيها كوبايه واحده من الميه، كوبايتين 2 من الحليب، و3 معالق كبار من السكر، وكمان 3 معالق كبار من كريمه الكاستر. ولو مش عندك كاستر هتعملي ايه؟ هتستخدمي نشا العادي، ولكن طبعا الكاستر بيكون ليه يعني طعم مختلف، طعم حلو فعلا. هدوب كده كل ده مع بعضه، ومش هضيف على الكريمه دي اي حاجه كده نهائي، ولا زبده ولا حتى فانيليا، لان الكاستر ده اصلا بطعم الفانيليا. هرفعه على نار هاديه، وبعدين اول ما بيبدا ان القوام يتقل معايا بالشكل ده، بسيبها لغايه ما تاخد معايا كده يعني حوالي دقيقتين 2 علشان ما تفصلش معايا لما اضيفها على البطاطا. طبعا البطاطا بتاعتي استوت كويس جدا، وهبدا انزل عليها بالكريمه. والطريقه دي حلوه جدا بقى للناس ايه، للناس اللي بتحب البطاطا قطع، ما تحبهاش ان هي تكون مهروسه. طبعا انا للشكل بس، لكن طعمها ما اختلفش كتير. انا اديتها بس كده يعني لون كده تحت الشوايه، وسبتها لغايه ما هدت معايا، وطلعت معايا قطع كأن احنا بنقطع كيكه بالظبط. يا بنات ايه رايكم بقى؟ حاجه كده تحفه والله العظيم. شايفين بس طبقات البطاطا مع طبقه الكريمه، طعمها يعني شكلها يفتح النفس، اما عن طعمها فطعمها فعلا تحفه. طعم الكاستر مع تشويح البطاطا بالزبده فعلا مدي طعم تاني خالص خالص خالص. عاوزاكم تجربوها بالطريقه دي، من اجمل الطرق اللي ممكن تعملي بيها البطاطا، وتحضريها في اقل من 5 دقايق. طبق فخم ولكن تحضيره سهل، جربوها.